السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. جايه لكم بطريقة عمل مخلل البتنجان، طريقة المخلل البتنجان السريع. مش هياخد منك اي وقت، وان شاء الله تقدري ان انت تاكليه في نفس اليوم. معايا كيلو من البتنجان، غسلته كويس ونضفته، وبعدين ضفته في الحلة. حطيت حلة على النار، ضفت فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، وبعدين سلقته لمدة 10 دقايق، وبعد كده نشلته في المصفى لغاية لما برد معايا. بعد كده حضرت معايا يعني 3 قرون من الفلفل الأخضر، و3 قرون من الفلفل الأحمر، و3 قرون برضو من الفلفل الكوبي. وبعد كده حضرت برضو كان معايا برضو راس توم وسط، وكان معايا كمان ليمونتين، وطبعا الملح على حسب الرغبة. ضفت كمان ربع كوباية من الخل. ضربت كل الخلطة ديت كلها، ضربتها في الخلاط لغاية لما يعني ضربت معايا. انا مش عاوزاها ناعمة خالص، لا عاوزاها تكون وسط، بحيث ان الفلفل يكون باين معايا وظاهر. بس يعني ايه، بضرب الثوم كويس عشان يبقى ناعم، بس الفلفل بحب ان هو يبقى ظاهر، بيبقى كمان بيديلك طعم جميل للبتنجان. ودوت بتنجان سريع يعني هتاكليه في نفس اليوم. ولو حبيتي ان انت تشيليه في التلاجة شيليه وغطيه بشوية خلطة من الخلطة اللي هتفضل، بشوية مية من مية السليق، هتدوبيهم على بعض. وبعد كده تضيفي عليهم معلقتين من الملح. وبعد كده تشيليهم في علبة في التلاجة لو انت مش هتاكليهم في نفس اليوم. زي ما انتوا شايفين انا حشيت البتنجان، وبسم الله ما شاء الله. طبعا البتنجان يعني بنحتاجوه كتير في الاكل، كمان بالذات في الفلافل والفول.